السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. من الحاجات الحلوة في فودافون إن أنت لو عملت باقة بالخطأ بتدخل على الماني باك وترجع الفلوس بتاعتك. الماني باك ما بتلغيش الباقة، ولكن بتستخدم خدمة تقدر من خلالها إن أنت في خلال الشهر ليك مرة في الشهر تلغي الباقة بتاعتك، سواء باقة فليكس، باقة بلس، أي باقة أنت عملتها بالخطأ، بس ليك مرة واحدة بس في الشهر. ندخل كده على أنا فودافون، هالاقي عندي هنا باقة فليكس، أنا عندي لسه مجددها، باقة فليكس 45,500 فليكس، وصلاحيتها لحد 28 يوم. أنا مش عايز الباقة وعملتها بالخطأ أو غيرت رأيي، هانزل كده وهاعمل المزيد، وبعد كده هاختار الماني باك، هاختار تاني واحدة اللي هي شحن متابعة الرصيد، تاني واحدة اللي هي ماني باك. ندخل كده على الماني باك، هنلاقي عندنا هنا حاجة اسمها رصيد مضاف ورصيد ما تم خصمه والكل. هاجي هنا ألاقي هنا اليوم، أنا اليوم الساعة 12:33 عندي تم خصم مني 45 جنيه عشان تجديد باقة فليكس. هضغط عليها كده، هضغط على 45 جنيه دول. جاب لي بقى تفاصيل العملية، إن أنا اسم العملية أو اسم الخدمة باقة فليكس، اليوم والساعة، اليوم، المبلغ 45 جنيه. هاجي بقى عشان أرجع الفلوس هعمل عندي مشكلة. واجهتني مشكلة، مش عايز الباقة تتجدد لوحدها، كنت عايز أجدد باقة فليكس أو إنترنت تانية، كنت عايز أجدد باقة فليكس تانية، أسباب أخرى. هاختار مثلًا كنت عايز أجدد باقة فليكس تانية وأعمل له تأكيد. قال لي بقى هنا إيه، رصيدك راجع لك، هنرجع لك 45 جنيه رصيد باقة فليكس، هتُقف وهتتجدد تلقائي عند وجود رصيد عند منتصف الليل. لو عندك وحدات مترحلة من باقتك اللي فاتت أو باقات إضافية أو أي عرض على الباقة سيتم إلغائها، هاقول له رجّع لي رصيدي. ما فيش أهم منّك، الرصيد رجع لك، دلوقتي معاك 45 جنيه. ندخل كده على الرصيد، نرجع. زي ما أنتم شايفين كده الباقة كانت انتهت، قال لِك انتهت صلاحية باقة فليكس، ونزل لي الرصيد بتاعي 45 جنيه 48 قرش. زي ما باقول لكم، لازم الرصيد ده مثلًا لو أنا على باقة فليكس لازم أحوّله لخط تاني أو يبقى أقل من 45 جنيه، لإنها هتتجدد تاني زي ما إحنا عارفين بعد الساعة 00:00 منتصف الليل. ديّة الmoney back، خلّي بالكم ما ينفعش بقى تيجي تقول أنا عايز أعمل money back تروح داخل على الباقة ولاغيها، أو مثلًا أنت على فليكس مثلًا 100 أو 70 وتيجي محوّل ل نظام 14 قرش كل حاجة، وتلاقي قُل لي أنا عايز أعمل money back أو الرصيد يرجع لي. لو أنت عملت كده، تعالَ كده نخش كده مثلًا على المزيد وعملنا نظامي، أنا على 45 أهي بس مش متجددة طبعًا والرصيد بتاعي معايا. لو نزلت كده وأعمل كده المزيد وأقول لك بقى غيّر نظامي لنظام 14 قرش، ده مش هيحصل ماني باك ولكن هيتم إلغاء الباقة. الباقة هتروح والوحدات هتروح. تاني حاجة برضه أعرّفها لكم، لو أنا مثلًا على باقة فليكس 150 أو باقة فليكس 70 وجيت أحوّلها لباقة 70، لأ، على 70 جيت أحوّلها لباقة أقل، برضه الفليكسات بتاعتي هتروح. يبقى الناس اللي عايزة تعمل money back وترجّع رصيدها لازم من خلال المزيد، وبعد كده money back تشوف العملية اللي عايزة ترجّعها وتضغط عليها وتقول المشكلة بتاعتها هيرجع لها الفلوس بتاعتها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.